السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. برحب بكل المتابعين الموجودين معايا هنا في القناة وبقول لهم بجد بحبكم جدا وبشكركم جدا 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 على تفاعلكم على الرسائل وكل تعليقاتكم الجميلة انا بقراها وبجد سعيدة جدا بالتفاعل ده. وطبعا بشكركم كمان على اللايك والشير. بالنسبة للمتابعين الجدد برحب بيكم وبقول لكم اهلا وسهلا بيكم في اسرتنا الصغيرة، ويا رب كده تكون قناتنا من القنوات اللي انتوا بتحبوها، وان شاء الله اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. ويا رب كده تستمروا معانا على طول وتتفاعلوا معانا زي كل المتابعين اللي موجودين معانا. اما بقى بالنسبة للاخوة اللي بيتفرجوا في صمت، بحب برضو اسلم عليهم واقول لهم كتر خيركم وفرحانة جدا لوجودكم، ويا رب كده تتعاطفوا وتتكرموا وتدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتتفاعلوا معانا في التعليقات. نيجي بقى لرسالة النهاردة. رسالة النهاردة رسالة حلوة قوي قوي قوي. فيها مشاعر الحب القوية، اللي بيحابب ان الحبيب يوصلها لحبيبته وبيقول لها ان هو بيحبها. وكمان فيها مشاعر من الغيرة الحميدة من الحبيبة على حبيبها، لما حست ان في واحدة بتحوم حواليه وبتحاول تخطفه منها. وده سبب خلاف بسيط ما بين الحبيب والحبيبة، علشان كده الحبيب حابب يتدارك الخلاف ده ويصالح حبيبته، عشان كده بعت لها الرسالة الجميلة دي. يلا بينا نسمع الرسالة. الرسالة بتقول: حبيبتي، يروح قلبي يلي ما اقدرش على زعلك ابدا، انتي وردة في بستان حياتي. عايزك طول الوقت تتأكدي ان عمري ابدا ما اقدر اشوف اي واحدة غيرك، مهما كانت درجة حلاوتها او جمالها او جاذبيتها. وده لاني بجد من اول ما عرفتك وانتي اشبعتي كل المشاعر اللي جوايا ومليتي قلبي وروحي وكياني، وبقيت عينيا فعلا عامية عن كل الستات ما عدا انتي. فعشان كده عايزك تطمني جدا من الناحية دي وتتأكدي ان عمري ابدا 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 ما هبص لأي واحدة غيرك. واذا كان شفتيني بكلم حد او بتعامل مع واحدة تانية، فده اكيد يعني بيكون بسبب ظروف قهرية، اللي هو حاجة ما ينفعش ما اعملهاش. زميلة في الشغل، عميلة لازم اتكلم معاها، واحدة من قرايبي شفتها سلمت عليها. لكن تأكدي ان انا بتعامل معاهم كأني بتعامل مع امي او اختي او واحد صاحبي، لان انا بجد ما تعودتش اشوف اي انثى خلاص غيرك انتي وبس. انتي الأنثى الوحيدة اللي بتحركني وبتحرك مشاعري وبتخليني أحس تجاهها بكل المشاعر الجميلة بتاعة الحب والرومانسية. فما ينفعش أبدا إن انتي كل ما تشوفيني أكلم حد أو أسلم على واحدة تعتقدي إن أنا خلاص هخونك معاها وإن أنا بحبها وخلاص هنتجوز بكرة. تأكدي ان انا ما ينفعش احب اي حد غيرك، ان انتي بجد خلتيني آه مش عايز اتعامل مع اي واحدة تانية غيرك انتي وبس. واي واحدة تانية انا بتعامل معاها بكون مضطر لده، اضطرار بقى عائلي، اضطرار بسبب ظروف الشغل، اضطرار الظرف اللي انا فيه. مثلا لو واحدة جارتي بتسألني على حاجة، واحدة في الشارع طالبة مساعدة بتسأل على عنوان على طريق، فانا بدلها، لكن ما بكونش شايفها قدامي بالشكل اللي انتي بتفكري فيه. وده لاني خلاص انا بجد انتي مليتي كل كياني وكل جوارحي ومختارك بكامل ارادتي. وعايش معاكي مشاعر انا لا يمكن ابدا اتخيل ان انا اعيشها مع حد غيرك. انت اخترتك وانا كبير وناضج وواعي وفاهم يعني ايه حب ويعني ايه ارتباط ويعني ايه ان انا ارتبط بكلمة مع حد، وان انتي خلاص هتبقي شريكة حياتي وام اولادي ان شاء الله مستقبلا. فما ينفعش باي شكل من الاشكال ان انا اخونك. واكيد انا مش بالغباء والسذاجة الا وانا هعمل حاجة غلط هتكون في العلن وقدام كل الناس وقدامك انت شخصيا. اللي بيعمل حاجة غلط وخايف ان حد يشوفه طول الوقت بيتدارى وبيستخبى. واعتقد انت تعرفي كويس قوي ان انا مش كده. انا الانسان اللي انت حبيتيه واخترتيه، واعتقد يعني انت تقدري تحكمي عليا وعلى طباعي، وعارفة ان انا مش كذاب ومش خاين. الخيانة مش في طبعي وبكرهها جدا وبكره اي حد ممكن يخون او يغدر.
ومش معقول هخونك انتي او اغدر بيكي انتي، وانتي حبيبتي اللي اخترتها من بين كل بنات الدنيا، وانتي حبيبتي اللي اخترت ان انا اكمل معاها حياتي، واللي بدعي ربنا طول الوقت انها تكون من نصيبي. مش معقول ابدا هعمل اي حاجة تضايقك او تهدد علاقتنا بالفشل، وده لان انا حريص على علاقتنا اكتر منك انت شخصيا، حريص على علاقتنا انها تستمر وتكمل لحد ما نكبر مع بعض، لحد ما توصليني بنفسك لحد القبر. فعايزة اقولك بلاش افكارك السلبية دي، بلاش وسواس الغيرة اللي شغال عندك بداعي وبدون داعي. عايزك تكوني واثقة في نفسك اكتر، وواثقة فيا اكتر من نفسك كمان، وتأكدي ان انا لو قدامي كل مغريات الدنيا وكل ستات الدنيا هختارك انتي برضو، وهحبك انتي من جديد، لان انتي الحب الحقيقي والوحيد الصادق في حياتي. بحبك وهفضل احبك طول العمر، يا اغلى عليا من نفسي. عايزة اقولك كمان ان انا عندي احلام كتير قوي، وعمري ابدا ما تخيلت ان احلامي دي ممكن احققها مع اي حد غيرك، وطبعا لا يمكن احققها لوحدي، وده لانك جزء اصيل واساسي فيها، لا يمكن ابدا استغنى عنه او استبدلك بحد تاني. انتي حبيبتي وهتفضلي حبيبتي بمزاجك او غصب عنك. اما بقى اللي جات ونقلت لك الاخبار بتاعت ان انا بتكلم فلانة وبخرج مع علانة، تأكدي ان دي واحدة بتغير منك وحاطة في دماغها انها تبوظ علاقتنا. فياريت تكوني اعقل من كده وانضج من كده، زي ما انا متعود عليكي وزي ما انا طول الوقت عارفك انك بتشغلي دماغك وبتستخدمي عقلك، مش بتدي ودانك لأي حد يقولك يمين ويقولك شمال. طول الوقت عندك رأي مستقل، طول الوقت عندك دماغ انت اللي بتفكري بيها، وانت اللي بتحددي ايه اللي صح وايه اللي غلط. عندك منطق في التفكير، مش معقول كده فجأة ترمي كل ده ورا ظهرك وتتصرفي بالسطحية دي، لانك انتي اعقل من كده. انتي الشخصية الذكية اللي انا حبيتها، انتي البنت اللي طول الوقت دماغها شغالة وعينيها بتشع ذكاء. ما ينفعش ابدا تنزلي للمستوى ده او تخلي واحدة تلعب بيكي. عايزك تكوني اوعى من كده زي ما انا طول الوقت متعود عليكي، وتأكدي ان قلبي ليكي وحبي ليكي انتي، وعمري ابدا ما هكون لحد غيرك. بحبك، ويا رب تفضلي ليا طول العمر. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة من حبيب بيحب حبيبته بجد، وواثق فيها وواثق في دماغها، بدليل ان هو بيحاول يحذرها من واحدة صاحبتها او واحدة عاملة نفسها صاحبتها، بتحاول توقع ما بينهم وتصطاد في المية العكرة، وبتنقل اخبار مش هي علشان تشوف الدنيا والعة وتقف تتفرج وتضحك، لانها واضح كده من الناس اللي هم زي ما بنقول بيحبوا جنازة ويشبعوا فيها لطم. هي عايزة تعمل جنازة من مفيش، عايزة تعمل مشاكل ما بين اتنين بيحبوا بعض بجد، ما بين راجل بيحاول ان هو طول الوقت يكون عند حسن ظن حبيبته، وان هو يوعد ويكون قد كلمته ويوفي كلمته، وحاول ان هو يبذل كل جهده علشان يحقق ده. وزي ما هو واضح من الرسالة ان حبيبته كمان واعية وبتحبه جدا، وواضح جدا ان صاحبتها استكترت عليها ده وقالت ازاي يعني تكون في علاقة حب حلوة وجميلة ومستقرة، الراجل فيها راجل بجد وقد كلمته، والست فيها بتحب حبيبها وبتخاف عليه. طب ما ندخل في النص واضرب اسفين، ايه اللي هيحصل؟ وهو ده فعلا اللي هي عملته. وواضح ان البنت هنا سمعت كلام صاحبتها وكلامها لعب في دماغها، وابتدت تنكد على حبيبها وتشك فيه. وطبعا واضح جدا برضو ان الراجل في العلاقة دي عاقل، محاولش ان هو يبوظ الدنيا او يصور على حبيبته او يعمل معاها خناقة او يكبر الدنيا. اكتفى بس ان هو يلفت نظرها ان الكلام ده مش حقيقي، ويفكرها بحبه ليها وبمشاعره الحقيقية، وقد ايه هو صادق ومخلص ليها. وده طبعا واضح من كلامه جدا، وواضح كمان ان هو مش بيكذب عليها او
بيلعب بيها، لان هو من كلامه واضح برضو ان هو حد مركز قوي هو عايز ايه، وحاطط خطة علشان يبقوا مع بعض ويكملوا سوا، وان هو حريص جدا على العلاقة دي وحابب جدا انها تكمل. وبرضو من المدلولات اللي تبين ان هو صادق ومش كذاب لما قال لحبيبته اللي بيعمل حاجة غلط مش هيعملها في العلن وقدام كل الناس، وخصوصا قدامك اكيد هيتدارى. وده حقيقي، لان اللي بيعمل حاجة غلط بيكون حاسس نفسه زي الحرامي، او حاسس نفسه ان هو بيعمل حاجة مش من حقه، فمش عايز حد يشوفه، بيبقى عايز يتدارى. طبعا هو بيتدارى من الناس لكن عمره ما بيتدارى من ربنا، فبيكون ربنا شايفه. وفي نفس الوقت لما بيعمل غلط بيجي ربنا في وقت معين ويكشف ستره. لكن من الواضح كده ان هو ما عملش يا عيني حاجة، وهو مجرد ضحية لألاعيب واحدة بتغير منه ومن حبيبته، وبتغير انها شايفة علاقة ناجحة، فبتحاول تحط كده شطة وبهارات علشان تلاقي الدنيا ولعت وسخنت وهي تقف تتفرج وتضحك. طبعا هو كان واعي لده جدا، وما حاولش ان هو ينولها مرادها وينكد على حبيبته زي ما هي عايزة، بل بالعكس ده احتوى حبيبته اكتر وفكرها بلحظاتهم الجميلة، وقعد يمدح فيها وفي ذكائها اللي هو معتمد عليه ان هي يمنعها ان هي تسمع كلام الشخصية دي بعد كده، وما تدلهاش الفرصة انها توقع ما بينهم من تاني. وده لانه هو عايز علاقة حب هادية مستقرة يكون فيها امان، ويكون فيها نوع من السلام النفسي علشان تديله فرصة ان هو يكمل في حياته العملية، علشان يكمل خططه اللي حاططها علشان العلاقة دي تكمل بالشكل الطبيعي، وإن شاء الله تتكلل بالنجاح وتنتهي بالزواج ويجيبوا أولاد وبنات ويعيشوا في تبات ونبات. طيب احنا المفروض نعمل ايه لو اتحطينا في موقف زي ده؟ طبعا هي الغيرة بتبقى اوقات جميلة ومفيدة، وبتدي كده نوع من انواع التجديد في العلاقات العاطفية بالذات. بس في نوعين من الغيرة، غيرة محمودة وغيرة غير محمودة. الغيرة المحمودة دي لما مثلا الراجل يغير على حبيبته بشكل ما هوش مبالغ فيه، شكل كده يحسسها انها انثى وان هو بيحبها وعايزها ليه هو بس وبس، في نفس الوقت واثق فيها. يعني الموضوع ما يوصلش لدرجة الشك، ولا لا ما تخرجيش لوحدك، لا ما تبصيش لحد، لا ما تتعامليش مع الويتر مثلا في المطعم، لا ما تكلميش زميلك في الشغل، لا ما تسلميش على قرايبك. دي طبعا بتبقى واصلة لدرجة الخنقة والشك، ودي الغيرة الغير محمودة. لكن الغيرة المحمودة اللي هي بتكون في اللذيذ منه، يعني بتدي كده نوع من انواع تأكيد على الحب، وفي نفس الوقت بتحسس اللي قدامك ان انت بتقدره وبتحبه، وعارف ان هو شخص مرغوب فيه، فعشان كده انت خايف عليه وطول الوقت بتحاول تحاوطه. وبرضو البنت بتحب تغير على جوزها او خطيبها او الشخص اللي مرتبطة بيه برضو علشان عارفة ان في ساعات بنات بتحب جدا انها يعني تفرق ما بين الاتنين المرتبطين. يعني تلاقي في بنات كتير قوي، موضة منتشرة كده الفترة دي، انا بحب واحد متجوز. طب يا حبيبتي ما الرجالة كتير، اشمعنى واحد متجوز؟ ما اعرفش، انا حبيته. وحبيبتي حبيتيه ليه؟ علشان هو مثلا اصل يعني حاسه ان هو مش مبسوط في العلاقه بتاعته، مراته مش مريحه، وحضرتك عرفتي ده منين؟ كنتي معاهم في البيت. ففي مثلا واحد تلاقي ده خاطب واحده خساره فيه، ده المفروض يخطبني انا، وتلاقيها ابتدت ترسم عليه وترمي شباكها عليه. فطبيعي في الوقت ده طبعا لازم الزوجة او الخطيبة او الحبيبة تتدخل لوقف المهزلة دي، علشان ما تسمحش لأي واحدة انها تخطف حبيبها منها وتهد حياتها وتبوظ علاقتها. وده طبعا حاجة يعني امر مفروغ منه ان هو لازم يحصل. ولازم برضو كل حاجة تكون بالعقل. يعني ما كنت شايفة الراجل حلو ومحترم وفي حاله، وهم يا عيني اللي بيحاولوا يرموا بلاهم عليه، واجي اتخانق معاه ونكد عليه وابوظ الدنيا. طب ما هو كده في الحالة دي هيتأكد ان انت فعلا نكدية، ان انت فعلا ما بتفكريش، ما بتشوفيش الدنيا صح. انت شايفين انا ما عملتش حاجة، انت شايفة ان انا ما بتكلمش حد خارج نطاق الادب او خارج الحدود اللي متعارف عليها.
كون هم اساءوا التعامل معايا او تجاوزوا الحدود فهم اللي يعاقبوا على ده. لكن طبعا انا من ناحيتي بصد، المفروض كراجل اصد والتزم بالحدود اللي انا عاملها، وما اسمحش لحد ان هو يرفع الحدود دي او يرفع التكليف، علشان ابين واكد للي معايا ان انا فعلا خايف عليها وباقي عليها. وطبعا من الحاجات اللي المفروض تحصل وتتم ان لما يحصل اي مشكلة، اي سوء فهم، شفت مثلا تصرف ما عجبنيش من زوجي، من خطيبي، من زوجتي او خطيبتي او الانسان اللي مرتبط بيها، ابتدي اروح اتكلم معاها، والله حصل واحد اتنين تلاتة وانا شايفه ان الموقف ده ما عجبنيش او انت اتصرفتي فيه بشكل مش تمام. وبرضو البنت لو شافت خطيبها او زوجها بيتعامل بطريقه هي مش فاهماها او مش حباها، برضو تروح وتكلمه ويتناقشوا. ممكن هي تكون شافت موقف وفسرته غلط، ممكن تشوف مثلا موقف عادي جدا او تصرف عادي هي تخيلت ان هو تصرف مبالغ فيه او هي بلغت في الغيرة. طبعا لما بيتم النقاش ما بين الطرفين والتفاهم والكلام، بيفسر حاجات كتير جدا وبيبرر حاجات ممكن تكون كانت تايهة عننا واحنا شايفين الموقف متعصبين، واخدين، شفنا اتفاجئنا. فالمفاجأة والصدمة والكلام ده كله بيخلينا ممكن ما نحللش الامور صح، لكن مجرد ما بنتناقش ونسمع رأي الطرف التاني الامور بتهدى وبتتحل، ونلاقي نفسنا رجعنا نفكر تاني بعقلانية، ورتبنا افكارنا وعرفنا ان احنا كنا مكبرين الموضوع، وبالتالي ممكن نعتذر للطرف التاني او نهزر او اللي هو هندير الموضوع، والحياة ترجع تاني لذيذة من غير مشاكل ومن غير خناق. التفاهم هو اساس نجاح اي علاقة. المناقشة هي اللي بتخلي كل طرف يفهم الطرف التاني ونواياه، ويدي تفسيرات ممكن تكون غايبة عن حد منهم. علشان كده كلموا دايما اللي بتحبوهم، اتناقشوا معاهم في افكارهم، اتناقشوا معاهم في افكاركم انتوا شخصيا، علشان لو في اي سوء فهم تزولوه فورا، وتبعدوا نفسكم عن مشاكل وعن دوامة من الخلافات اللي انتوا في غنى عنها. وتأكدوا ان لما بيبقى في افكار سلبية كتير من طرف لطرف، او يجي حاجة في دماغك وما تقولهاش مرة مع مرة مع مرة، المسافة اللي ما بينكو هتكبر، وهتبتدوا تلاقوا نفسكو واحدة واحدة بتبعدوا عن بعض، وتقولوا في حاجة اتغيرت. هي الكلام هو مفتاح النجاح. اتكلموا مع بعض كتير. وكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، واقول لكم سلام عليكم، واستنوني مع رسالة حب جديدة.